سلام، مرحبا بكم كاملين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه شيوات ام ريماس. ديما ان شاء الله حاجات بساط نحلوا ليامنا ان شاء الله. هنا جبت لكم تحليه اللي يحلي ايامكم ان شاء الله. مرحبا بكم كامل. هنا عندي تحليه بالفلون، راح نكتشفوها مع بعضنا. راح تكون سهله وبسيطه، اي وحده حتى طفله صغيره تقدر تديرها. هنا واش عندي معليا غير نقول لكم فرجه ممتعه. سلام. هنا عندي البيمو كما راكم تشوفوا. البيمو نتوما اللي تحبوا اي بسكويت واحد اخر، انا كان عندي البيمو راح ندير بالبيمو. البيمو هنا راح نديرو في هذو ليمول. كاين بزاف ليمول اللي تديروا فيهم، انا اخترت هذو ليمول. واش راح ندير هنا. تقدروا تحطوا البيمو تاعكم. انا هنا سيت وحده ما جاتنيش، ما من بعد ما تخرج ليش. يبقى واش راح ندير؟ راح نكسر البيمو تاعي ونديرها. واذا حبيتوا ترحيوه وتخلطوه مع الزبده ذايبه وديروه نورمال. هنا وشنو هنا اني حندير كامل البيمون تاعي. تقدروا هكا ديروه وتحطوه فوق الفلون يطلع لكم. انا نسحق البيمو اني دايرته في القاعده التحتانيه بالحاره، نسحقه في القاعده الفوقانيه. دوكا كي نرمي عليه الفلون يطلع لي. نقدر ندير الفلون من بعد نحط البيمو لانه خفيف يترفد. ونقدر ندير هكذايا ونحط عليه الفلون تاعي. هنا ثاني درت كما كنتم تشوفوا قوالب تاع الحديد. هنا بعد ما درت هذه الطريقه راح نجوز طريقه الفلون تاعي. هنا نجيب كسرونه كالعاده ندير فيها الحليب. هنا الحليب تاعي كنت خلطت الماء وبودره الحليب. نتوما ديروا حليب. نديروا ريتله تاع حليب مع نخلطوها لان مازال فيها شويه. هنا ندير 150 غرام تاع فلون كراميل، 150 غرام في ريتله تاع حليب. وندلو ملعقه ونصف حتى 2 ملاعق كبار تاع مايزينا ونخلطهم. بعد ما نحركهم كاملين راح نحطهم فوق النار ونكمل نخلط حتى يغلي لي الخليط ونرجع لكم. راني درت 2 ملاعق تاع مايزينا كبار. نتوما ديروا 2 ملاعق، يعني من الملعقه ونصف حتى 2 ملاعق نورمال. هنا نخلطهم ونديرهم فوق النار من بعد نرجعوا. هنا عندي كندير كاس تاع الماء مع 3 ملاعق، يعني 3 مغارف كبار تاع تاع فلون بذوق الفراولة. انا درت بذوق الفراولة، نتوما تقدروا ديروا الذوق اللي تحبوه. فلون بذوق الفراولة حندير 3 مغارف، نحركهم مليح مليح ونديرهم يغلو فوق النار. غير يغلو فوق النار نحيهم. هنا عندي هذو القوالب كما كنتم تشوفوا فيهم بزاف صغار. هنا في هذو القوالب راح ندير الفلون بذوق الفراولة. راح ندير في هذو اللي هما تاع التزيين. هذا الطابع الاصفر هذا راح نستعمله في الحلويات ان شاء الله، في حلويات العيد ان شاء الله. وهذا راح ندير فيه فلون كراميل. يعني هادو راح ندير فيهم، نعاود لكم، هادو راح ندير فيهم فلون فريز. والبيمو راح ندير فيه فلون كراميل. بعد ما غلينا الفلون كراميل راح نفرغ كامل نصب الخليط كامل ندير في القوالب تاع الحديد ولا تاع هذوما. من بعد راح نعاود نزيد لهم شويه لانه البيمون تاعي دوك يشرب شويه هذاك باش يتشمخ. دوك يشرب هذاك الفلون. ندير هنا كامل الفلون القوالب تاعي تاع البيمو. من بعد واش راح ندير؟ بعد ما نكملهم كامل راح نديرهم في سنيوه
ونخليهم يبردوا تماما، يعني يبردوا حتى يروح كامل هذا البخار وكامل. بعد ما يبردوا دخلوهم للثلاجة. هنا كي ندخلوهم للثلاجة راح نخلوهم حتى 2 سوايع ولا 3. نتوما ديروهم الصباح وخليوهم للحشية زينوهم. خدرتهم يبردوا. هنا عندي الفلون اللي كنت درت كاس ماء وثلاث مغارف تاع فلون بذوق الفراولة. راح نصبهم كامل في هذو القوالب الصغيرة ونخليهم تاني حتى يبردوا كامل. من بعد ندخلهم للثلاجة ونخليهم يبردوا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقة نتاعي. راني نفهمكم، ما راهيش حاجة اللي معقدة، ولا راكم تشوفوا بالفيديو راكم تفهموا. هنا ثاني هذو القوالب هذو اللي كنا نسحقهم، انا هنا شريت منهم غير هذوما. من بعد نزيد نشري باش في الحلوى تاع العيد راح نحتاجهم اكثر. ما نبقاش ندير ب3. نكمل نحطهم كامل نخليهم يبردوا وندخلهم للثلاجة ونخليهم كما هدرت لكم. ديروهم الصباح، من الاحسن ديروهم الصباح. التحلية ديما اللي تبرد ديروها الصباح وخليوها. بداو هي بها الاولى ديروها الصباح، من بعد حشية تجبدوها تكون باردة. هكا تكون طريقة تاع العمل تاعكم مليحة. مسح كامل المول نتاعي وين دفقت، ونروح نخليه يبرد ومن بعد ندخله ونجوز من بعد ما يبرد نجوزه ونشوفوا كيفاش زيناه. عامليكم هنا بعد ما فاتت عليهم مدة كبيرة كما قلت لكم انا درتهم الصباح. شوفوا كيفاش يسهلوا علينا بعد ما يبردوا. شوفوا كيفاش يطيروا فاسيلمون. هكذايا نكملوا كامل نحيوهم من بعد نرجعوا.
وليكم الوريدات يجوا بزاف شابين. شوفوا كيفاش راهم. هنا نزيد نجبدو الثانيين. انا هادو ثاني هادو هما اللي ياخذوا وقت كبير كبير، لازم يزيدوا يبردوا. انا درتهم مع الصباح وهكذاك وتقلقت ورحت نحيتهم وكانوا ايضا مازالوا ما بردوليش. نتوما زيدوا خليوهم الوقت اللي تقدروا. كما راكم تشوفوا يطيروا. نفتح هكا ليمون نفتحهم باش يطيروا لي فيه هكذايا. شوفوا كما راكم تشوفوا ونجوزوا للتزيين. هادو مثاني تخبطوهم من بعد يطيروا لكم فاسيلمون. هنا واش نروحو نديرو، نروحو نزينوهم. هنا نجيبو الحبات نتاوعي تاع الفراز بذوق الفراولة، الفلون تاعي بذوق الفراولة عفوا. نجيبوهم نحطوهم هنا. اذا كانوا يزلقوا لكم لانه ما درت انا لا كريم لا والو باش يشدوا لوحديهم، هنا الكوردون ولا دخلوه في الوسط وديروا زيدوا التزيين من عندكم. انا هذا ونكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر باش ما نصمتش التحليه نتاعي. هذه هي التحليه تاعنا لنهار اليوم، كانت بزاف شابه وبنينه. وان شاء الله الى الوصفات القادمه ان شاء الله. وما تنساوش اللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. وش نقول لكم، صحة فطوركم صحة سحوركم والسلام.